صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى شايفين الكنتاكي بتاعنا، هنعمل لكم كنتاكي بقى اهي تحفة 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 بطريقتنا احنا يا جماعة، مش بطريقة حد تاني، هي طريقتنا احنا هنعمله النهاردة. وهعرفكم بقى هيتعمل ازاي، وهتلاقيه جميل جدا، وحبة كاتشب بقى حلوين كده، وتقعدي تقزقزي وانت واقفة كده، وانت قاعدة تقزقزي حاجة تحفة تحفة. انا فضلت اكل بصراحة لما خليت العظمة في ايديا. شايفين؟ شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ بوريكم مفيش لا دم ولا اي حاجة، ولا وستيو جميل جدا جدا، بس بطريقتنا احنا. تعالوا بقى حطوا لنا لايك بقى، لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده حطوا لنا لايك واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفونا. تعالوا بقى معايا على النار كده. هنا بقى قطعنا الفرخه بتاعتنا الحلوه دي، هي فرخه 2 كيلو مش صغيره، بصراحه فرخه 2 كيلو يا دوبك شلت منها السلسله اللي ورا دي، اللي العظمه يعني اللي عند الرقبه ديت بالرقبه كده. ومعايا هنا ايه، بصليه بشرها وطماطمايه، نزلنا بقى عليها من غير ميه ومن غير اي حاجه على الفرخة بتاعتنا الحلوة المتقطعة مكعبات حلوة كده، يعني ايه، لا كبيرة ولا صغيرة، حلوة كده. وحطينا هنا فلفل وحبة ملح حلوين، بس كده وخلاص. وهنقلب بقى كل التتبيلة ديت الحلوة ديت، وهنسيب الفرخة بس تغلي غلوتين تلاتة كده مع بعضها، علشان طبعا انا ما بحبش اعمل الكنتاكي نية يا جماعة. بصراحة انا عملته نية قبل كده وما كانش عاجبني، كان ني برضه، كان في دم وكده، وبرضه غيبته على النار وكان مش حلو خالص. فانا بصراحه ما اعتمدتوش يعني، ما رضيتش انزله، وكنت متضايقه منه جامد وزعلت بصراحه يومها خالص. ومعايا هنا بقى هنعمل التتبيله عبال ما الفرخه بتاعتنا تاخد غلوتين حلوين كده. معانا هنا يعني كوبايتين دقيق كده او كوبايه ونص دقيق، هنحط عليهم بس ايه، معلقتين كده من النشا كبار، يعني معلقتين ثلاثه كده من النشا. ماشي. ومعنا هنا التوابل بتاعتنا دي، مرقة دجاج وبابريكا وفلفل اسود وكزبرة وسنة قرفة وملح وحبة وتوم بودرة وزعتر وبصل بودرة، كله بودرة كده مع بعض. وهنقلب الخلطة دي كلها، نقلبها تقليبة جامدة كده، حلوة حلوة زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى هنحط بس ايه، نص معلقة صغيرة من بيكنج باودر، عشان تخلي الخلطة بتاعتنا نافشة كده على الفرخة كده وجميلة كده. معايا؟ خليكم معايا، اوعوا تغيروا المحطة ولا تروحوا في اي حتة، عشان الكنتاكي بتاعنا النهارده هيبقى جامد جدا. هنا بقى الفرخة بتاعتنا طلعت من على النار زي ما انتوا شايفين، سخنة زي ما بردتهاش ولا اي حاجة، صفيتها بس من الشوربة اللي هي كانت فيها. وقمت بقى نازلة على الدقيق كده مبطراها، وهنا مية بتلج كده، مكعبات تلج في حبة مية كده، هنزل كده ايه بالمية كده، هنزل بالقطعة يعني في المية المتلجة، وبعدين هوصل تاني ايه دقيق، وافضل ابدر بيها في الدقيق كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنفضها جامد جامد، وعلى المناديل المطبخ كده وارصها زي ما انتوا شايفين. كل القطع بقى اللي معانا دي يا حبايب قلبي، هعملها الاول كده زي ما انتوا شايفين كده. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده، شطوره يا بنتي، هو ده شطور. بصراحه طريقتك ديت هنعتمدها وجميله جدا ان شاء الله. بصوا بقى يا حبايبي، الطريقة دي جميلة جدا جدا، بتلاقي الفرخة مستوية من جوه، قطعة الفراخ كده مستوية من جوه وحلوة، مفيهاش لا دم ولا فيها أي حاجة، وبتلاقي العظمة بيضة كده وحلوة ونظيفة كده. بصراحة ما بتبقيش يعني متضايقة منها وانت بتاكلي كده، فبتبقى حلوة يعني. أيوة كده. وتسقطي بس كده ايه، وتعملي بقى بايديكي كده اهوت، عشان ايدك تملي القطعه دقيق كده. كده خلصنا بقى اللي بالدقيق، وهنيجي بقى هنا معانا بيضتين، هنعمل حبه بالفيجيتار، لان العيال قالوا لي اعملي لنا ايه يا تيتا حبه بالفيجيتار. فانا ما رضيتش ازعل حد، وقلت اعمل لهم الايه بالفيجيتار، واعمل لهم بالخلطه الجميله دي. بس اقسم بالله الخلطه كانت احلى من الفيجيتار كمان. هنا بقى حطينا بس نص معلقه فلفل كده على البيضتين، وهنضربهم كده، وهنجيب قطع الفراخ بقى معانا زي ما انتوا شايفين كده اهو، هنحط فيها قطعة قطعة كده، ايوه كده، قلبيهم حلو، لازم تضربيهم جامد كده. لو عايزة تحطي معاهم سنة لبن حطي، مش عايزة مش عايزة، انا ما حطيتش ايه، استكفيت بالبيض يعني. وهنا كانت في قطعة كبيرة شوية فقطعتها اتنين، وجبت صينية كده، وجبت الفيجيتار بقى احطه على الفيجيتار كده عشان اطلع واحطه على الفيجيتار على طول. ايوه هنعوز بقى في الدقيق، هنعوز ديت بقى بقطعها، لقيتها كبيرة قوي فقلت اقطعها ايه حتتين كده. فايوه كده شايفين، انا عملتها حتتين وقمت نازله بيها ايه على البيض على طول كده اهو، في كده. وبعدين احط في الفيجيتار بقى، ايوه كده، صفاها حلو كده زي ما انت شايفه، ايوه كده. جيبي شوكه جنبك كده وايه، وانزلي بقى كده ايه. انا بقى بنسى اجي احط في الدقيق، احط في البيض على طول. معلش يا جماعه سامحوني،
انا غلطت فعلا مرتين، بس مش مشكله يعني، المسامح كريم. فانتوا الكره بقى تشوفوا بص والله العظيم انا اخر ما غلبت بقى قمت حاطه القطع كلها على الدقيقه علشان انا بنسى. فغلطت مرتين يعني بنسى. فالمهم ايه، قلت بقى اعمل كله زي ما انتوا شايفين كده. ايوه كده يا حبايبي، اهو شايفين. تحطي بقى في الفيجيتار جامد 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 كده، وترصي بقى وترصي كده، ايوه كده، ايوه كده. شطوره يا بنتي يا هدى، الله يسترها معاكي يا رب، وتكبري كده، والقناه تكبر كده وتقبضي بقى وبعدين بقى يا جماعه انا عايزه بقى لايكات حلوه كده عشان القناه تكبر بقى يا جماعه كده، تعبنا بجد بجد تعبنا. ده اللي بالفيجيتار وده اللي بالخلطه بتاعتنا اللي احنا عاملينها قدامكم. هنيجي بقى على النار. ايوه حطوا لنا لايك. خلطه جميله وطريقه جميله النهارده ان شاء الله. بقى هنا على النار ايه، انا جيت كنت بفضي ازازه الزيت ديت، وبعدين التليفون فصل مني فشحنته، وايه جيت اوريكم برضو ان انا حطيت الزيت. وبعد ما حطيت بقى يعني انا حسيت ان الزيت سخن، فنزلت بقطعه لقيتها ما لقيته لسه ما سخنش جامد يعني. فقلت هستنى شويه بقى لما تسخن شويه، مش هنزل بالقطعه التانية كده إلا لما تسخن شويه، لان بصراحه انا لقيتها ما سخنتش فاستنيت شويه. ايوه قلت لكم بقى الزيت لسه ما سخنش اهو، زيت دلوقتي سخن بقى هنزل اهو. ايوه كده. ساعة ما تنزلي بالقطعة كده والزيت يغلي معاكي كده تعرفي ان الزيت سخن. معلش بقى انا حطيت قبل ما يسخن، انا فكرت انه سخن يعني، لان كان غاب فترة بجد على النار. وتغطي بقى كده عشان الفراخ تستوي من البخار وكده ومن جوه. ايوه كده. وبرضه ما تقلبيش كتير برضه يعني، تقلبي زي ما انا بقلب كده واحدة واحدة كده يعني عشان كله ياخد لون زي بعضه. معايا يا حبيبي، معايا. بجد بجد. ايوه هدي النار بقى شوية. ايوه شايفين انا هديت النار شويه عشان الفراخ بتاعتنا برضو تكمل سواها، عشان ما تبقاش شايفين اللون لسه ما طابتش برضو ولسه ما حمرتش يعني. شايفين انا بوريكم ان لونها لسه فاتح شويه. ايوه كده. معلقه كانت هتقع في الزيت فالحمد لله يعني ما وقعتش. ايوه كده. اهو شايفين. انا بس بقلب بس كل واحده كده، كل قطعه كده بقلبها علشان تاخد اللون الحلو وتبقى معانا كويسه. هغطي بقى الحله كمان شويه، او لا ممكن اسيبها بقى عريانه شويه، لان خلاص كده خدت غلوه حلوه يعني فقرب يحمر. فانا طبعا هجيب البتاع اللي هي المقصوصه دي المخرمه اللي زي المصفى ديت. وجبت هنا بقى ورق مطبخ، مناديل مطبخ يعني، حطيتها على الطبق علشان اطلع عليه عشان الزيت وكده. بس هو بيشربش زيت ولا حاجه، بس برضو احتياطي. فطلعهم كده على على مناديل المطبخ كده. ايوه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، الله الله الله. يا سيدي شايفين اللون، الله الله الله. حط لايك بقى، حط لايك، حط لايك بقى للكنتاكي بتاعنا النهارده، ده تحفه. دي طريقتنا احنا مش طريقه حد تاني يا جماعه، دي طريقتنا احنا مش طريقه حد تاني. حتى الغلاف برضو اللي على الصوره من بره هيبقى الغلاف ده برضو صوره من عندنا، ما احنا ما بنجيبش صور من بره ونحطها على الغلاف بتاعنا من بره، لا. احنا كل حاجة بنعملها لكم بصدق وبأمانة، بجد بجد بصدق وبأمانة والله. ولو كان مش حلو عمري ما كنت هنزله، بجد بجد عمري ما كنت هنزله. لازم يبقى في مصداقية يا جماعة. عشان طبعا لو بنت مثلا لسه متجوزة جديد سنة أولى مطبخ مش عارف برضو تبقى كويسة. تعملي الحاجة معتمدها كده. شايفين اللون خطير بجد بجد والله، كان لونه خطير. أنا من فرحتي بيه بصراحة ومبسوطة بيه قوي قوي قوي. انا بص عزمت البيت كله عليه. وانا اصلا كنت عاملاه عشان خاطر هدى. وبعدين نزلت سما قالت لي يا تيتا انا عايزاه بالفيجيتار، فقلت لها حاضر يا سمسميه هعمل لك نص الفرخه هعمله بالفيجيتار ونصها هعمله بالخلطه الجميله دي. فلما دقت الخلطه بتاعتنا قالت تصدقي يا تيتا الخلطه اللي انت عاملاها احلى من الفيجيتار. اقسم بالله قالت لي كده سما، قالت لي والله يا تيتا الخلطه اللي انت عاملاها التانية احلى من اللي بالفيجيتار. فقلت لها بالهنا والشفا يا سما. فخدت بقى من ده ومن ده يعني المهم حبايب قلبي ما بحبش ازعلهم، وبحب اعمل لهم كل حاجه هما بيحبوها. طبعا ولاد ابني حبايبي يا ربنا يخليهم لابوهم يا رب، ويخلي لهم ابوهم ويحنن عليه ويرزقه برزق الحلال يا رب العالمين، هو وأمة محمد أجمعين يا رب. طبعا يا حبايبي الأطفال أحباب الله. وبعدين كمان لما يبقى عيالك غاليين عندك طبعا بيبقى عيالهم غالية جدا جدا عندك. فأنا عندي العيال أغلى من أبهاتهم كمان. بحبهم مع إنهم بيعندوني وبينكفونيش كتير بس بينفعوني، برضه بينفعوني، بيقضوا لي كل الشغل بتاعي واللي أنا عايزاه من بره. روح يا سما روح يا مالك.
روحي يا هدى، والله هدى بتروح تجيب لي حاجات. شايفين لون الكنتاكي يا جماعة؟ شايفين؟ يا سيدي يا سيدي، الله الله الله. شايفين الزيت بتاعنا رايق ازاي، ولا محروق ولا اي حاجة؟ وننزل بقى بالدور الاخراني ده ونسيبه برضه على النار زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا ما بنزنقش الحله جامد، عشان طبعا الحله بتاعتنا صغيره، وبعدين ألمونيا ما عندناش بقى حله استانلس ولا حاجه. فادعوا لنا بقى ان ربنا يكرمنا كده ونجيب طقم استانلس وطقم سيراميك وطقم تيفال. بس ده كله بقى بمجهودكم معانا، وانتوا وقفتكم جنبنا. هتقفوا جنبنا ان شاء الله، تحطوا لنا لايكات كتير وتشاهدونا وتعملوا حاجات حلوه للقناه بتاعتنا، عشان كده ايه ربنا يكرمنا بقى وربنا يرفع قدرنا يا رب، ونجيب اللي احنا عايزينه ويحقق لنا املنا كلنا يا رب. فبصوا انا بقى بغطي شويه علشان تاخد اللون الجميل ده. بس لسه ده بقى طبعا شويه. الزيت والله العظيم زي ما هو رايق اهو، زي ما هو، ما فيهوش اي حاجه، ولا دقيق نزل ولا فيجيتار نزل ولا اي حاجه. بصوا الكنتاكي بتاعنا اقسم بالله كان تحفه النهارده. كان تحفه 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 بجد بجد، كان خطير. والله العظيم كان خطير. هنا بقى ايه، قلت استنى شويه كده اما يحمروا معايا، عشان برضو ايه، يعني ايه، ياخدوا اللون اللي هو يبقى كله لون واحد، كله موحد كده لون واحد. طبعا ما تطلعيش واحده فاتحه واحده غامقه، لازم ايه كله يبقى لون واحد. ايوه كده. شطوره شطوره يا دودو، شطوره يا دودو، شطوره يا هدى، شطوره. ايوه كده. قلبي بقى اللي تحت فوق واللي فوق تحت وكده ايه، لما ياخد اللون الجميل اهو كله. شايفين بقى اللون بتاعنا؟ شايفين؟ والله العظيم تحفة تحفة تحفة. اهو. اهو مطلع انه ده اللي بالخلطة وده اللي بالفيجيتار. فكله جميل جدا 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 والله، وتسوية تحفة. بجد بجد تسوية خطيرة خطيرة. ومقرمش بقى وحاجة سبايسي كده. بصوا ما اقولكوش على الحلاوة وعلى الطعام. هنشيل بقى كده من على الايه، من على الطبق اللي هو فيه المناديل، ونرصه على طبق نضيف عشان التقديم طبعا. لما تقدميه كده تقدميه بمنظر حلو وبشكل حلو، عشان يفتح النفس كده وانتوا بتحطيه. وده اللي كان في ده اللي كان في الحلة، اللي كان بيتحمر بقيته اهو. شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ الله 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 الله، يا سيدي على اللون، يا سيدي على اللون وعلى الحلاوة. بجد بجد كان خطير. الله 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 يا سيدي يا سيدي. لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده بقى، ما تنسوناش في الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، سهل وبسيط. شايفين؟ هقطع لكم حته كمان عشان تشوفوا الحلاوه والطعام. شوفوا بصوا ابيض ازاي. كلي بقى يا هدى بالهنا والشفا وانت واقفه كده. كلي بقى حبه كاتشب بقى. الله 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 الله. يا سيدي فضلت اكل 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 لما خلصت كل القطعه بتاعتها. شايفين من حلاوته بجد؟ والله العظيم فضلت اكل. خطير بقول لكم خطير. مش قادر انسى حلاوته ولا طعمته. حطوا لايك بقى واشتركوا في القناه. لايك بايدكم الاتنين، حطوا لايك بايدكم الاتنين يا جماعه، بقول لكم حطوا لايك بايدكم الاتنين. اشوفكم بقى في فيديو جديد، اشوفكم بقى في فيديو جديد. الله 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 الله. يا سيدي اعتمدوا بقى الطريقة دي هتعجبكم ان شاء الله. سلام.